ياسين بونو يقرر عدم المشاركة في أولمبياد باريس ويعتذر، ولسبب واحد. أعلن ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي اعتذاره عن المشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما في أولمبياد باريس المقرر أن تقام في الفترة بين 24 يوليوز و11 من غشت المقبلين. ويرفض ياسين بونو أن يكون سببا في حرمان الحارس الحالي علاء بلعروج من فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية. بونو يحمل ذكريات غير سعيدة مع المنتخب الأولمبي، حيث حرمه المدرب الهولندي الراحل بين فيربيك من رسميته بالمنتخب في أولمبياد 12 و2000، واستبعده لصالح محمد أمسيف. ومع ذلك لعب بونو دورا كبيرا في تأهل المنتخب إلى الأولمبياد. من جهة أخرى يتجه طارق السكيتيوي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى استبعاد بونو من اللائحة النهائية للمنتخب في الأولمبياد، حيث يعتزم تحديد 3 لاعبين يفوقون عمر 23 سنة فقط. ومن المتوقع أن يتم تعويض بونو بيوسف نصيري مهاجم إشبيلية الإسباني. ومن المقرر أن يوجه سكيتيوي الدعوة إلى المدافعين أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ونايف أكرد مدافع ويست هام الإنجليزي لتقديم الدعم للأشبال خلال أولمبياد باريس. وسيشارك المنتخب المغربي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس، حيث يستهل مشواره بمواجهة الأرجنتين في 24 من يوليوز بسان تيتيان، ثم يواجه أوكرانيا في 27 من نفس الشهر بالملعب نفسه، ويختم دور